مساء الخير. العصر اللي احنا عايشين فيه ده، احنا بنشوفه حاجات الواحد ما كانش يتخيل او عقله يستوعب ان ممكن يشوف حاجات زي اللي بتحصل الايام ديت. كله يعني متداول على اخبار، من تحرش لاغتصاب لحاجات كتير قوي الانسان اصلا العقل مش مستوعبها ان هي ازاي انتشرت بالطريقه ديت. السؤال هنا، هل العصر او الزمن اتغير ولا الانسان واخلاقه هي اللي اتغيرت؟ هنسال نفسنا سؤال: هو ايه اخطر شيء على الانسان، او ايه اللي ممكن يكون بيحرض الانسان للفعل دوت؟ اغلب الناس هيقولوا الشيطان، بينما الحقيقه لا، مش الشيطان. اخطر شيء على الانسان هي نفسه. النفس البشريه دي شيء معقد جدا. ربنا ذكر النفس البشريه بمشتقاتها في القران 295 مره، وذكر الشيطان في القرآن 88 مرة. قال في كتابه العزيز: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ذكر إبليس 11 مرة. ربنا قسم النفس البشرية لثلاث أنفس: النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، والنفس المطمئنة. طبعا هنا اللي بيحرض الإنسان على فعل الشيء هي النفس. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني هنا نفسه هي اللي حرضته إن هو يقتل أخيه. فأخطر شيء على الإنسان هي النفس. علماء النفس لما جم قسموا النفس قسموها لثلاث أنفس برضه: النفس الغريزية أو الشهوانية اللي هي الأنا، والذات الدنيا اللي هي الشخصية المكتسبة من البيئة والمجتمع اللي الإنسان اتربى فيهم. الذات العليا وهي الضمير والعادات والتقاليد، مجموعة الأوامر والنواهي والصح والغلط. ربنا بيقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني هنا ربنا خلق للنفس دي الخير وخلق لها الشر. انت هتروي ايه او هتشبع ايه عشان خاطر تحصد ايه. رويت خير هتحصد خير، رويت شر هتحصد شر. الافكار السيئه اللي بتجيلنا عندنا في دماغنا، او الشيء او النفس اللي بتكلمنا دي، علماء النفس بيقولوا ان هو العقل اللاواعي او منطقه اللاشعور هي اللي بتكلم الانسان، وهي اللي بتخاطبه، وهي المحرض للانسان. العقل اللاواعي ده اهم شيء عند الانسان، لان العقل اللاواعي ده بيدير الاجهزه الحيويه للجسم عند مرحله السبات او النوم، وهو اللي مختزن فيه جميع المعلومات اللي بيستمدها او بيكتسبها الانسان منذ تنشئته لغايه ان يتوفى الله. فطبعا العقل اللاواعي ده انت تختزن فيه اشياء صح هتحصل حاجه صح. الصراع اللي بيحصل ما بين العقل الواعي والعقل اللاواعي اللي هينتصر اللي انت بتنميه. يعني انت بتحب الخير او كل هدفك الخير، او انت تعرف الحلال او الحرام او الصح او الغلط، هتلاقي نفسك بتفعل الشيء الصحيح. لما تيجي تعمل الجريمه او تيجي تعمل حاجه مش كويسه، هتلاقي حاجه من جواك يقول لك لا، خلي بالك، حرام، في ربنا وفي ثواب وفي عقاب. بينما الانسان اللي هو بيعمل الجريمه او بيعمل الشيء اللي هو شاذ عن المجتمع ده، بيخلق لنفسه مبررات عشان خاطر يفعل الشيء دوت. يعني الانسان اللي هو بيخش على الجريمه دي بيبرر لنفسه فعلته عشان خاطر يبقى عايش مطمئن، عشان خاطر الصراع الداخلي اللي بيحصل ما بين العقل الواعي واللاواعي يهدى. لازم شيء ينتصر، سواء العقل الواعي او اللاواعي، الخير او الشر. فانت هنا اكتسبت ايه من الدنيا؟ لازم نحطه ما بين عينينا ان في حاجه اسمها حلال وفي
حاجه اسمها حرام، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. فلازم انا قبل ما افعل الشيء لازم افتكر ان في قوة اعلى مني هتحاسبني على الشيء اللي انا هفعله. في دعاء دايما بنحب نرددوه: نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فالنفس فيها شرور تأمر الانسان، بل ممكن النفس تهلك الانسان. استقيموا يرحمكم الله. الفترة الأخيرة احنا شفنا كذب وخداع كتير قوي على السوشيال ميديا. ناس بتستحدث أمور أو بيستحدثوا ويسمعوا روايات ويقولوها للناس عشان الناس تصدقها. طبعا بيدلوا الناس. طبعا هم ما يعرفوش دول جزاتهم عند ربنا ايه. اللي بيدل غيره ما يعرفش جزاته عند ربنا ايه. فكل واحد يحاسب نفسه ويرجع لنفسه. ربنا يرزقنا بالنفس اللوامة والنفس المطمئنة.